يابا السلام عليكم. اليوم راح اجاوب على اسئلتكم كلها ان شاء الله. اللي ما يعرفني انا ابو جمره، عمري 70 سنه ضوئيه، والفيس كام مالتي كل شيء يطلع بيه ما عدا الفيس. شخصيه لن تتكرر. هالمره اسئلتكم حلوه، فنصيحه كملوا الفيديو للاخير لان راح احكي باشياء كلش مهمه. أول سؤال من وسام يقول شنو اسمك الحقيقي؟ ما راح أقول اسمي الحقيقي، بس إذا تريد تعرف لازم تحل اللغز. اللغز شنو؟ قسم من الفيديوهات راح يطلع بيها أرقام، هاي الأرقام لازم تحولها إلى حروف، والحروف ترتبها ترتيب صحيح حتى يطلع لك اسمي الحقيقي. أول رقم نزل الفيديو اسمه قصص فول جايزية الجزء الثاني، وثاني رقم موجود بهذا الفيديو. طبعا سويت هاي الطريقة لسببين. أول سبب لأن أكو ناس يشوفون 10 ثواني من الفيديو ويطلعون منه، يجي يكتب تعليق ويروح، يعني كلش مستفز والله، ما أعرف شي يحس. المهم هذول الناس أنا ما أعتبرهم من جماعتي اللي يحبون شخصيته ابو جمره ومحتوى القناه، فما يستحقون يعرفون اي شيء عني. وثاني سبب هو انه اكو ناس يحبون ابو جمره الغامض، وانا لين احترم رغبتهم راح ابقى غامض الى ان نوصل للمليون. طبعا ورا المليون كل شيء راح يطلع، فيس، اسم، عمر. فاللي يحب ابو جمره الغامض يقدر ما يهتم للغز، وراح ابقى غامض بالنسبه له. ثاني تعليق من ظل عنده هوايه اسئله راح اجاوب عليهم بكل صراحه وبدون كلاوات. يوتيوبر المفضل هو دكتور ديسريسبكت، كلش احب شخصيته لان كلش يشبهني بالحقيقه. لو ما كانت عندي قناه باليوتيوب شنو راح اشتغل؟ انا بالرغم من السلبيات الهواية اللي بيه، عندي صفات من تنجمع بإنسان واحد يطلع إنسان متعدد التوجهات، يعني يحب هواية أشياء مختلفة. الصفات شنو؟ أولا أحب أتعلم أشياء جديدة، وثانيا كل شيء أسويه بإخلاص وأحط روحي بيه مثل ما يقولون، وثالثا عندي روح تنافسية عجيبة، ما أتحمل أشوف أي أحد أحسن مني، فدائما أطور من نفسي. من ناحية الشغل فاليوتيوب ما معتبره شغلي الأساسي، اليوتيوب أعتبره هواية من مليون شغلة أنا أحبها. فلو ما عندي قناة على اليوتيوب كان صار عندي وقت أسوي شيء لاخ، أشتغل على الموسيقى مثلا، أو أرجع أقرأ كتب، أسوي أشياء مصغرة من الخشب، ما أعرف، بس هو أشياء ممكن أسويها. طموحي هو أنه أسوي الشيء اللي أحبه وأكون زين بيه وأحس بالتقدير، وحط مليون خط جوا أحس بالتقدير، هذا أهم شيء عندي. هل في يوم ندمت إني فتحت قناة؟ يوم تقريبا كل يوم اندم يا معودة. كل ما اشوف الارقام العجيبة اللي المحتوى التافه يجيبها اندم. من اشوف انا مسوي اكثر من 340 فيديو وعندي 1000 مشترك بس اندم. من افتح لايف واشوف 5 بس يتفرجون اندم. هواي اندم على المجهود اللي دا يروح هباء منثورا. شنو اكبر مخاوفي؟ هواي اشياء تخوفني، قسم منها واجهتها وتغلبت عليها، مثل الجلوس وحيدا في الظلام الدامس. كنت كلش اخاف من الظلمة، بس بعدين وين الوقت صار العكس، قمت كلش احب الظلمة. وقسم من الاشياء اللي تخوفني ان شاء الله ما اواجهها بحياتي، موت احد عزيز علي مثلا، هذا ابد ما اريد اشوفه. هل اتوقع انه بيوم اترك اليوتيوب؟ حاولت كلش باليوتيوب، بس اكو شيء غلط دا يمنعني من تحقيق اللي اريده. يمكن اللي دا قدمه للناس ما حلو، يمكن ذوق الناس تعبان، يمكن ما يعرفون الفرق بين المحتوى الترفيهي وبين المحتوى الهابط، يمكن بديت متاخر باليوتيوب، ما اعرف شنو السبب، بس اكو شيء غلط دا يصير. خصوصا من اقارن نفسي بصناع المحتوى العربي اللي يشبه محتواي اللي هو الجيمنج، احس نفسي عابرهم بمراحل. يعني كل اللي يسووا عنوان الفيديو جلدت امه، كسرت عظمه، دعست على خالته الشقره، والثمنيل حاط صورته وهو فاتح حلقه 20 متر ومتفاجئ من اللي دا يصير، وكله نفس التفاهه. طبعا اكيد اكو هواي ناس احسن مني، بس كل اللي اريد اقوله هو انه ما دا احس بالتقدير، احس انه انا على المجهود هذا وعلى الكواليتي هذا استحق اكثر. ولهذا اذا بقت قناتي مثل ما هي اتوقع النهايه اقرب مما تتخيلون. ارحل يا عفاش. بالنسبه لترتيب قنوات المتابعين ما احب اقيم احد اعرفه، وما اريد احد يزعل مني، فخلي نسوي سكيب لهذا السؤال. عبوسي يسال عن عمري، تريده بالسنين الضوئيه لو بالكيلوغرامات؟ عبوس يقول جربت تلعب العاب سرفايفل؟ اي مجرب كم لعبه سرفايفل، يعني مو هوايه. اكثر وحده عجبتني هي ذا وور اوف ماين. طبعا 2 دي وانا مو كلش احب ال2 دي، والسرفايفل وانا مو كلش احب السرفايفل، بس سبحان الله هاي اللعبه كلش عجبتني. شو وقت العب وياك روبلوكس؟ ما اتوقع راح نلعب لان مساحتها ما راح انزلها مرت اللخ، اعلنت التوبه خلاص. هذا هو يوسف وهذا الشاب المحترم يسالون شنو اشتراك نتي. والله صراحه جماعه الانترنت بالعراق سرسريه وما يستحقون اسوي لهم دعايه مجانيه، ولو ينطوني فلوس ما اسوي لهم اعلان. تقي يسال عن اول لعبه لعبتها. والله يا صديقي انا كلش قديم، من جيت للدنيا كان عندنا اجهزه نلعب عليها، بصراحه ما اذكر اول لعبه لعبتها، بس اتوقع طوبه. شو وقت اسوي فيس كام؟ قبل كنت اقول من نوصل للمليون، بس هسه غيرت رايي. اذا القناه بقت مثل ما هي فما اكو لا فيس كام ولا اكو مستقبل اصلا. اما اذا القناه كبرت بسرعه احتمال اسوي فيس كام قبل المليون. ما اريد انطي وعود، بس دا افكر جديا بموضوع الفيس كام. نروح لاسئله يمان. السبب اللي خلاني افتح قناه هو انه ضاقت بي السبل، وفجاه تذكرت شغلتين. اول شيء انا اعرف العب فيديو جيمز كل زين، وثاني شيء الناس دائما يقولوا لي انت تونس وشخصيتك حلوه، فقلت خلي اجرب اليوتيوب بما انه قاعد ما عندي شيء. ورا اكثر من سنه ونص يلا وصلت ال1000 مشترك. اتوقع اللي قالوا لي شخصيتي حلوه خدعوني.
السؤال الثاني ليش ما تسوي ألعاب 2D هواية؟ مو كلش أحب ال 2D خصوصا البيكسليتد ما تجذبني، بس سيليست اللي ختمناها سوية كلش عجبتني. نشكر اللي اقترح نلعبها سوية، وإن شاء الله بالمستقبل نلقي لعبات مثل سيليست حتى نختمها سوية. السؤال الثالث والمهم كلش، ليش ما أقول للناس يحطون لايك واشتراك؟ هم سببين لا ثالث لهما. أول سبب ما أحب أطلب شيء من أحد وهذا الشيء بطبيعتي، وثاني سبب أحس موضوع ممل بالنسبة للمشاهد إنه كل ما يشغل فيديو يسمع حط لايك واشتراك حط لايك واشتراك، وين ما يروح يقولوا له حط لايك واشتراك. يعني المشاهد يريد يتونس بالفيديو، مو يروح يسوي مهمات يومية عبارة عن لايكات واشتراكات. طبعا أعرف هذا الشيء غلط إذا أريد قناتي تكبر، خصوصا اللايك كلش يفيد، بس راح أحاول أتمسك بمبادئي للنهاية. وكالعادة نذكر السادة المشاهدين إذا عجبك الفيديو حط لايك، وإذا ما عجبك طبك مرض. وصلنا لأسئلة مالك. أول سؤال، هل عندك قدوة في اليوتيوب؟ الجواب المختصر لا ما عندي. الجواب البي تفاصيل، أكو يوتيوبرز يعجبني اللي دا يسووه، ما أحاول أقلدهم وإنما أحاول أوصل نفس الكواليتي مالتهم. هل عندي قناة قبل هاي؟ شوف صديقي، ب 2014 كانت أول محاولة إلي بس ما استمريت هواية. الفيديوهات اللي كنت أسويها كانت بدون صوتي، يعني بس كنت أسوي مونتاج جيم بلاي، خصوصا لعبة باتل فيلد 4 لوكر روم. الله والله أيام، إن شاء الله باتل فيلد القادمة راح تكون حلوة مثل باتل فيلد 4. المهم هذه المحاولة الثانية إلي باليوتيوب، بس هي تعتبر المحاولة الجدية الأولى إلي. شنو تتوقع السبب اللي يخلي البشرية تنتهي؟ أويلي يابا خبير السلاح الألماني، يعني الإنسان يقدر يعيش فوق 20 دقيقة تحت الماء. ما أعرف هذا السؤال له معلومة، بس أول وتالي ما يهمني، لأن تركيا قاطعة الماء على العراق. ما أقول بس حسبي الله ونعم الوكيل وقورولوم بورولوم يا أردوغان، قورولوم بورولوم. كيمو جيمز يسأل إذا غيرت محتوى قناتك شنو راح يكون المحتوى الجديد؟ راح يكون تعليم برنامج بلندر. هذا البرنامج يستعملون للتصميم والتلوين والانيميشن وكل شيء ممكن تتخيله، وانا بهالقناه اكتشفت انه انا اعرف اشرح، فاتوقع اذا بديت اعلم برنامج بلندر راح انجح بهذا الشيء. ثاني سؤال يقول، هل فتحت القناه على مود الفلوس؟ الفلوس هي سبب من الاسباب، مو السبب الوحيد. شيء طبيعي اريد مصدر دخل حتى اعيش، مو عيب تشتغل حتى تجيب فلوس. المهندس ياخذ فلوس، والدكتور ياخذ فلوس، والعامل ياخذ فلوس، والمدرس عنده راتب، والمندوب له نسبه. الفلوس مو عيب، الفلوس مثل اي شيء لاخ بالدنيا، ممكن يكون زين وممكن يكون مو زين. الفرق هو طريقة استخدامك لهذا الشيء. الفكرة كلها انه لازم تعتبر الفلوس وسيلة مو هدف. اذا الفلوس صارت هدفك بالحياة راح تتعب كلش وما راح توصل لهدفك الى ان تموت. اياد يقول سؤال، هل مرة اجاك سترايك بالقناة؟ لا صديقي الحمد لله ما جاني ولا سترايك، وان شاء الله ما يجيني ابد. السؤال الثاني، من اروح المكان عام هم البس اسود كامل واحط RGB؟ ايه، ومن انزل من تاكسي اقول لك انا معك ابو جمره من قلب العاصمه بغداد. نيجي لاسئله مستر فوكسي. جواب اول سؤالين هو لا ماكو شيء حمسني افتح قناه على اليوتيوب، ولا ما راح استمر اذا القناه فشلت. اذا القناه فشلت اقول لكم الوداع، وهذا هو بعد ماكو ابو جمره. السؤال الثاني، شنو السبب اللي يخليك ما تفتح فيس كام؟ والله يا صديقي هواي اسباب. اول شيء ما احب وين ما اروح الناس تعرفني. ثاني شيء ابو جمره هو شخصيه من هواي شخصيات انا مسويها، ما اريد بالمستقبل الناس تنسى شخصيتي الحقيقيه وتعاملني كأنما أنا أبو جمرة. أما السبب الثالث اللي ما يخليني أفتح فيس كام هو أنه أنا أستحي. أويلي يا أبو جمرة طلع كيوت يستحي. الياس يقول عمرك؟ طبعا كل أسئلة العمر تجاوزتها ما عدا سؤال الياس، لأن هذا سؤال الوحيد. يعني إذا تجاوز شحت يا الياس، شو أقول له؟ ليش هيك الياس ليش؟ أوكي يابا راح أجاوبك، عمري 70 سنة ضوئية. ارتاحت؟ محمد يسألني ليش ما أبث روكت ليج؟ ألطم؟ أبكي؟ أعطق روحي بحديدة؟ إذا أنت ما تجي البث شو أسوي؟ ما أجي أسوي بث ببيتكم يا معود. أخيرا وليس آخرا وصلنا لأسئلة باربوريتا. السؤال الأول، هل مرة فكرت تقفل القناة؟ وإذا إيه ليش؟ للأسف يا صديقي هواي مرات فكرت أعتزل اليوتيوب بسبب قلة المشاهدات والاشتراكات وإلى آخره. إذا في يوم من الأيام اعتزلت أكيد ما راح أنسى أصدقائي الحقيقيين بهاي القناة. السؤال الثاني، شنو أكلتك المفضلة؟ والله من كنت دا أكتب سكريبت مال هذا الفيديو كنت جوعان وجوعت أكثر. أكلتي المفضلة يا صديقي هي معكرونة بالبشاميل اللي أمي تسويها طبعا. السؤال الثالث، منو دعمني ببدايتي باليوتيوب؟ الجواب بسيط، ما حد دعمني، لأن أنا أصلا ما قلت لأي أحد، ما حد يعرف أنا عندي قناة على اليوتيوب، واللي عرفوا ما قصروا والله وتعبوا نفسهم كلش وياي. بالنسبة للبرامج اللي استعملها، تصوير وبثوث استعمل برنامج اسمه ستريم لابس، مونتاج استعمل برنامج اسمه دافنشي ريزولف 18.5، وصوت استعمل برنامج اسمه اوداسيتي. كلها برامج مجانية، يعني لا مكرر
محركة ولا دافع بيها فلوس. السؤال الخامس يقول شنو حلمك وانت صغير وهل حققته؟ والله يا صديقي أحلامي كانت هواية. حلمت أصير لاعب طوبة وأخذ كأس العالم، وحلمت أصير رائد فضاء، وحلمت بهواية أشياء. ما أريد أصدمك بس للأسف ولا حلم تحقق. لا تخاف، اكو هواية أحلام عندي وبعد عندي الفرصة أنه أحققها، وأهم شيء ما ننسى أنه الكنز بالرحلة مو بالوصول. السؤال السادس، هل راح أتعاون مع يوتيوبرز بالمستقبل ما عدا ظل؟ والله أنا أريد أتعاون بس مشكلتي قناتي صغيرة، وإذا طلبت أتعاون ويا أحد قناته أكبر من قناتي أخاف يقول هذا يريد متابعين. أنا كل اللي أريده من التعاون شغلتين، أول شيء المتعة، حلو تلعب ويا واحد قوي ويعرف يلعب ويحب اللعبة اللي أنت تحبها. وثاني شيء أريد نقدم محتوى نظيف حتى نعالج الذوق العام، لأن الذوق العام صار كلش وسخ. السؤال السابع، شنو أفضل لحظة صارت لك بالألعاب؟ سؤالك صعب كلش، أنا اللي سنين طويلة بالجيمنج وهواية لحظات حلوة صارت لي، بس أقدر أقول لك آخر شهرين شنو أحلى 3 أشياء صاروا لي بعالم الجيمنج. أول شيء ختمنا لعبة سوسن أونلي أب، من أونلي أب موتتني بس بيها خوش ذكريات. وثاني شيء جبت بلاتينوم مال لعبة ديفاين نوك اوت، كان باقي لي تروفي مال 30 تريبل كل، كلش تعبني هذا التروفي. واخر شيء جبت تروفي بلعبة باتل فيلد 2042، اللعبة ميتة اصلا، تخيل لازم تفوز 25 مرة بطور ما حد يلعبه بلعبة ما حد يلعبها. نص الوقت انا قاعد باللوبي انتظر ناس يلعبون وياي، مأساة والله. المهم جبته وباقي لي تروفي واحد على بلاتينوم، ادعي لي صديقي. هذا كان اخر سؤال موجود بالتعليقات، واشكركم على الاسئلة الحلوة، وان شاء الله الفيديو عجبكم. نتشاف في فيديو الاخر ان شاء الله. باي باي.